السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير. جاية لكم فلوج أول مرة أنا ما بخرجش في العيد، بس اخواتي اقترحوا بقى يلا بينا في ملاهي. تعالوا نروحها نودي الولاد ونغير جو مش عارفة ايه. قلت لهم خلاص تمام اوكي مفيش مشكلة. الملاهي دي اسمها جويل بارك، تمام. بصوا الولاد هنا ما تستغربوش، كان في مشغلين اغاني يعني في الملاهي، فهم مجرد ما سمعوا صوت الاغاني فضلوا يرقصوا. بس طبعا انا يعني كاتمه الصوت عشان انتوا عارفين ان المفروض ان انا إيه عشان الصوت ما ينفعش على الفيديو، تمام. اول ما دخلنا كده كانوا بياخدوا جوله في الملاهي. في اليوم ده رحت انا ومين؟ انا بولادي عمر ومحمد، واختي الهام مامة روفان بابنها وبنتها، وكان معايا اميره اختي. بصوا دي كانت اول لعبه يدخلوها الولاد، اختاروها. فيها طبعا عامله زي المتاهه كده، فيها حاجات كتير، مراجيح وزحاليق ومتاهه بيعدوا منها وكده. فدي كانت اول لعبه يلعبوها، هما اللي اختاروها. هنا محمد قاعد على بطه كده، وعمر طبعا عمال يتنقل من مكان لمكان. بصوا، وروفان بنت اختي برضو اهي لابسه فستان، دي اللي وقعت دي. آه كانوا مبسوطين قوي، تمام. احنا بقينا نخيرهم شوفوا اللعبة اللي انتوا عايزينها وبقي يدخلوها. بس حلاوة اللعبة دي انها بتجمع اكتر من لعبة في نفس الوقت، يعني بتجمع كذا لعبة في نفس اللعبة، ومدتها بتبقى نص ساعة. الولاد بينبسطوا فيها قوي يعني. فبالنسبة لنا بصراحة ان هما يقعدوا نص ساعة ويلعبوا اكتر من لعبة كلها متجمعة في مكان واحد وقدامك وانتي مطمنة عليهم، دي حاجة حلوة جدا طبعا. وسعرها ما كانش اوفر على فكرة، سعرها كان معقول يعني. بصوا هنا محمد بالنسبة له أول مرة يجرب نوع مرجحة. يا أختي حبيبي، البنوتة الصغيرة دي المرجحة التانية دي كانت مايلة شوية فوقعت من عليها. هي وقعت من عليها، وكمان روفان بنت أختي هتيجي تقعد عليها برضو هتقع برضو. شفت روفان لما وقعت وضحكتها ضحكتها فظيعة. كانوا مبسوطين اليوم ده قوي. بقول لكم احنا مش متعودين ان احنا نخرج في العيد، بس سبحان الله جت معانا كده. بس الحمد لله ان احنا في اليوم ده رحنا الملاهي دي بدري، فكان لسه ما كانش فيه زحمة قوي يعني. واحنا خارجين كانت اتملت وبدأت تزحم كتير، بس التوقيت اللي رحنا فيه بدري شوية كانت الدنيا هادية يعني. وهنا عمر كان فرحان قوي ومبسوط قوي، فايه اديتهم برضو صورتهم كام صورة كده للذكرى. ومحمد كان مبسوط قوي في اليوم ده، وروفين كانت طايرة من الفرح. طبعا في الملاهي بصوا القطر ده خطير، اخواتي شافوه اتجنوا، قالوا لا احنا ملناش دعوة، الولاد بس هيتمرجحوا احنا كمان لازم نتمرجح. راحت ماما ربنا يديها الصحة قالت لا روحوا وانا هاخد بالي من الولاد. بصوا هنا ده كده في القطر، ما اقولكمش بصوا وانا قعدت في اول عربية في القطر، كان احساس فظيع يا بنات، او في انك تكوني اول عربية ده بتاخدي الصدمة في وشك في كل حاجة. بس والله هو كان ممتع قوي بس مرعب يعني. انا ما قدرتش اكمل تصوير، الموبايل كان هيقع من ايدي. واقول لكم المقطع ده اللي مصوراه اميرة، وهسيب لكم صوت اميرة كانت خايفة الموبايل يقع من ايديها بصوا هي كده بتصور من ورا وانا قدام في اول عربية اللي لابسة ابيض دي، شايفين؟ بس ما اقولكمش كان احساسه ممتع بصراحة. احنا بنروح الملاهي بنقلب احنا وعيال صغيرة. بصوا هنا اللعبة دي اللي اختارها محمد ابني، فركبت معاه انا وعمر. بس ما اقولكمش برضو كانت بتعلى وكده، بس كان مبسوط بيها قوي. و... واحنا والله حتى انا انبسطت بيها بصراحة، ما كانتش في بالي بس انبسطت بيها. بصوا كان معايا عمر ومعايا محمد فيها، وكانت أميرة اللي كانت مندوبة التصوير في اليوم ده كانت بتصورنا. بصوا كانت حلوة جدا. لعبة البالون دي برضو حلوة قوي. بصراحة اليوم كان جميل ولذيذ، وكل حاجة فيه كانت حلوة قوي. انبسطنا قوي قوي في اليوم ده الحمد لله يعني. والولاد انبسطوا قوي، حسيت ان هو تغيير ليهم عن الروتين المعتاد بتاعنا اللي احنا طول السنة فيه. قلنا لا يوم بقى يفك وينطلق وكده.
ابسطوا ولادكم على قد ما تقدروا. والله العظيم الالعاب اللي احنا لعبناها دي يعني بسيطه، مش هقولك ان مبالغها اوفر او كده، بس اهم حاجه ان هم انبسطوا واحنا انبسطنا، فاهمين؟ وهنا عايزه اوريكم ماما اللي جنبي دي، واللي لابسه نقاب دي الهام، مامة روفان اختي. واللي كانت ورا الكاميرا اميره بتعمل لكم بايه اهي. تمام. احنا في اليوم ده كنت خارجه انا ومامتي واخواتي، يعني انا ماليش غير اميره والهام ومحمد اخويا الله يرحمه ويسامحه، ادعوا له بالرحمه. فاحنا الثلاث بنات يعني وماما والولاد كنا خارجين. بوريكم ان احنا لعبنا اللعبه اللي ورا، وبصوا ده لعبه السيارات دي لسه هنلعبوها، بس للاسف انا ما بحبش العبها بصراحه. فولادي لما قالوا عايزين يلعبوها قلت لأميرة لا، انتي خالتهم بقى الصغيرة لازم تدلعيهم زي ما احنا بندلعك يعني. فخليتها انها تركب مع عمر الاول. بصوا هنا ركبت مع عمر وخلت عمر هو اللي بيسوق. بصوا أميرة اللي لابسة طرحة سودا دي، ايوه هي دي، وعمر جنب منها ركبت معاه. وبعد كده طلعت لي عمر بعد ما خلصت وخلتها تنزل تركب تاني يعني بمحمد. ما هي الخالة بقى، الخالة زي في مكان الأم برضو، بس أميرة الصغنونة بتاعتنا. فقلت لها لا، ولاد أختك يلزموكي، لازم بقى انتي تنزلي معاهم بما ان انا ماليش قوي في اللعبة دي. تمام. انبسطوا قوي وعمر كان فرحان قوي. بصوا هي كانت جنب منه وكانت بتحاول تساعده. كان يوم حلو وانبسطنا كلنا والله. بصوا هنا في المرة التانية إلهام مامة روفان لابسة نقاب داخلة بروفان، وأميرة داخلة اهي، أميرة وجنبها محمد اهو. أنا حاولت أعمل لكم زوم عليهم. بعد ما خلصت مع عمر دخلت بمحمد عشان محمد برضو ما يزعلش، بتعمل لكم باي. الحمد لله والله العظيم انبسطوا، والولاد الحمد لله انبسطوا قوي قوي. أميرة انبسطت. وفكرة ان احنا بقالنا كتير ما اتجمعناش يعني في فسحة. احنا كنا دايما بنخرج كتير، بس الكلام ده قبل وفاة محمد اخويا، فاحنا بقالنا كتير بصراحة ما اتجمعناش في فسحة. فالحمد لله كان يوم حلو والحمد لله عدى على خير يعني، الف حمد وشكر. بص عمر هنا كان واقف جنبي وهو مسك الموبايل كمان عشان يصور، موبايل إلهام عشان يصور. بصوا هنا بعد ما خلصوا، هنا أميرة طالعة بمحمد، شايفين؟ هي اللي طالعة بمحمد دي أميرة أختي الصغير. كان يوم حلو قوي يا بنات، وكل سنة وانتوا طيبين، ويقعد عليكم الأيام بخير، ويخلي لكم ولادكم ويفرحكم ويفرح قلوبكم يا رب، اللهم امين. استمتعوا على قد ما تقدروا بكل لحظة في حياتكم، وكونوا ذكريات. هرجع اقولها لكم تاني، انا بقولها كتير، حوشوا ذكريات لولادكم يفتكروكوا بيها، والله العظيم بجد بأبسط الأمور. هنا خرجنا من جويل بارك وماشيين. احنا هنا كنا خلصنا خلاص وكنا هنمشي. بس بصوا هنا لما وقفت هنا، بصوا اللي ورايا ده سيرك كان نفسنا ندخله بصراحة، بس قلنا لا مرة تانية يعني مش هينفع وكده. فانا وقفت اصوره لكم برضو. بصوا هنا السيرك ورانا بالظبط. تمام. وهنا بقى في طريقنا للبيت، مروحين خلاص في طريقنا للبيت. بنات اللي وصل لهنا ما تنسوش لايك وكومنت، قمر 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 زيكم كده. ويا رب تكونوا انبسطتوا في الفلوج البسيط ده، الجولة البسيطة كده في شوارع اسكندرية وفي الملاهي في اسكندرية وكده. يا رب يا رب خروجتنا تكون بسطتكم وفرحتوا معانا. بصوا اللي ورا ده كوبري ستانلي يا بنات، اكيد حتى الناس اللي ما بتجيش اسكندرية او ما جاتش اسكندرية اكيد سمعت عنه. بصوا ده كوبري ستانلي اللي منور ورا ده. واتمنى بقى اللي ما جاش اسكندرية يجي اسكندرية، مش هتندموا. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. مع السلامة حبايبي.